السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح أعمل معكم فطيرة بدون عجن بدون تخمير. فطيرة من خبز رمضان، بواقي خبز رمضان. طبعا الخبز التركي أكيد كل بيت كان فيه هذا الخبز. بتمنى وصفتي تعجبكم. هلأ بتنجر على الغاز، بنزل زيت، معلقتين زيت، حبتين بصلة مفرومة ناعمة، وبقلبهم حتى يصير لونهم ذهبي. هلأ قطعت صدور دجاج مكعبات صغيرة ونزلتها على البصل، بضلني أحرك فيهم حتى يتغير لونهم ويستووا. هلأ راح أنزل عليهم البهارات. بنزل بابريكا نص معلقة، ملح، فلفل أسود نص معلقة، ربع معلقة من الزنجبيل، وبحركهم. هلأ برشة جزرة قطعت مكعبات صغيرة من الفلفل الأخضر والأحمر والأصفر، بنزلهم على الدجاج وبحركهم حتى يدبلوا. بنزل عليهم زيتون أسود ربع كوب، بحركهم. آخر شي رح أنزل 3 معالق من الجبنة الكريمية، ورشيت عليهم معلقة صغيرة من بودرة الدجاج. هلا صارت الحشوة جاهزة عندي. هلا راح أعمل البشاميل. هلا بطنجرة على الغاز بنزل 4 معالق زبدة كبار، 4 معالق من الطحين، بضلني أحرك فيهم حتى يستوي معي الطحين. هلا راح أنزل الحليب البارد اللي بدرجة حرارة المطبخ بالتدريج. نزلت 6 أكواب من الحليب، بضلني أحرك فيهم. هلا نزلت ملح، ورشيت برشد من جوزة الطيب، معلقة صغيرة من بودرة الدجاج. هلا صار البشاميل جاهز. ما بخليه تقيل لأنه في عندي خبز رح يمتص السوائل. هلا بجيب الخبز بقطعه سلايسات رفيعة مش خميلة مثل هيك. هلا راح اجيب جاط بايركس، احط معلقتين من البشاميل، واصف الخبز، قطع الخبز مثل هيك. شوفوا كيف التقطيعة طلعت معي. راح اشربهم بشاميل. بدي اياها تطلع معي جوسي لما اخر شي. ورشيت عليهم جبنة موتزاريلا، نزلت الحشوة. هلأ كمان برش على الحشوة جبنة الشيدر. طبعا بتزيد من نكهتها ودسمتها وموتزاريلا. هلا برجع بنزل سلايسات الخبز، بنزل البشاميل، برش على وجهها جبنة موتزاريلا والشيدر. راح أدخلها على الفرن. درجة حرارة الفرن راح تكون 180 لمدة 35 دقيقة. إذا عجبتكم وصفتي اشتركوا بقناتي وحطوا لي لايك وفعلوا جرس التنبيه ليصلكوا دائما كل شي جديد من وصفاتي. هلأ طلعت، شوفوا ما أحلى منظرها. عن جد وصفة بتمنى إنكم تجربوها. شوفوا ما أحلاها، ولا ألذ من هيك وصفة. شكرا للمتابعة.